كبرنا وبقينا نتمنى نرجع لأيام المدرسة من جديد. تقريبا اكتشفنا ان مرحلة المدرسة هي اسعد مرحلة في حياتنا. احلى اصحاب هم اللي تعرفنا عليهم في الفترة دي، كل اللي كان بيجمعنا بيهم لعب وضحك، مفيش مصالح ولا ألم ولا جرح. ايام ما كانت كل مسؤولياتنا بتتلخص في عمل الواجب والمذاكرة للامتحانات، واكبر همومنا اننا نصحى بدري عشان نروح المدرسة. اصحاب زمان ليهم مكانة خاصة في قلوبنا علشان جمعتنا بيهم مواقف كتير حلوة. كنا نرجع من المدرسة مع بعض ونفضل طول الطريق نتكلم ونضحك، ونقف عند شجرة التوت ونتسابق، والشاطر هو اللي بيجمع أكبر كمية من التوت. ومن أجمل الذكريات اللي جمعتنا بأصحابنا رحلات المدرسة اللي كنا بنستناها من السنة للسنة. بمجرد ما تعلن المدرسة عن رحلة كنا نتجمع ونتفق مع أصحابنا إزاي نقنع أهلنا نطلع الرحلة مع بعض، ونفضل مستنيين ميعادها بفروغ الصبر. ولما كان المدرس يعاقبنا في الفصل لوحدنا كنا نفضل نبكي، لكن لو اتعاقبنا مع أصحابنا كنا نبقى مبسوطين ونفضل نضحك. ولو واحد من صحابنا عمل مشكلة مع حد من الفصل كان بيصدر بيان لكل أصحابه علشان يقطعوه ما يكلموهوش تاني. فاكرين دفتر الذكريات اللي كان بيلف على الفصل كله علشان أصحابنا يسيبولنا فيه ذكرى حلوة؟ أما حصة الألعاب فكانت من أجمل الأوقات اللي قضيناها مع أصحابنا في حوش المدرسة. ياما لعبنا وضحكنا وكلنا السندوتشات مع بعض. وفي نهاية اليوم الدراسي أول ما نسمع صوت جرس الحصة الأخيرة كنا نجري مع أصحابنا على باب المدرسة ونفضل واقفين شوية مع بعض علشان نتفق على جدول اليوم التاني اللي ما كانش ليه أي علاقة بالدراسة، لأن كل اهتماماتنا كانت باللعب بس. أما أيام الامتحانات فكل اللي كان في دماغنا إننا نقابل أصحابنا ونلبس لبس غير لبس المدرسة. كنا نستعد ونلبس أجمل لبس عندنا وكأنه يوم عيد. مهما مرت السنين عمرنا ما هننسى أصحاب زمان، لأن الأيام اللي قضيناها مع بعض ما كانتش لحظة من العمر، دي بالنسبة لنا تساوي العمر كله. وحروف أسامينا اللي حفرناها على حيطان المدرسة شاهدة على أجمل أيام حياتنا. رجعونا للتسعينات ويسيبونا هناك، رجعونا نستنى جرس الباب ورجوع بابا من الشغل والبيت كله بيتغدى في نفس الوقت. رجعونا نصيف ونتمشى في السوق بالليل، اللي يأجر عجل واللي يشتري آيس كريم، وصوت شريط عمرو دياب اللي لسه نازل جديد شغال في كل المحلات. رجعونا نفرح بجزمة المدرسة الجديدة وألوان الجلاد. رجعونا نقلب التلفزيون بإيدينا وحد يقوم يقلب القناة. رجعونا نصلي التراويح في رمضان كل يوم ونشوف الفوازير وبعدها المسلسل ونتسحر وننزل نصلي الفجر. رجعونا للعيد بلبسه الجديد ونلف على العيلة وعيلة العيلة، نلم العيدية ونعيد عليهم ونشتري كيس البومب ومسدس الطلق ونضارة الشمس الملونة. رجعونا نستنى حد جاب كاميرا وفيلم 36 صورة علشان نتصور ونتفرج على صورنا وذكرياتنا. رجعونا الجرس تليفون البيت لما أهلنا وأصحابنا يتصلوا ويسألوا علينا. رجعونا للتمانينات والتسعينات وسيبونا هناك. قبل زمن الفوتو سيشن والفوتوغرافر كانت بتتعمل معظم أفراحنا زمان ما بين الاستوديو والكوشة على سطح البيت، واللي كان بيميز أفراح زمان الورد البلاستيك والشموع. ومن عادات وتقاليد الناس زمان كان العريس لما يتقدم للعروسة ما كانش يشوفها غير يوم الفرح، ولما كان يروح لها زيارة وياخد معاه الفاكهة والحلويات أول ما تشوف العروسة تجري على أوضتها. زمان كانت الناس عيشتها بسيطة وكانوا بيجوزوا ولادهم بأقل التكاليف، وكانوا بيجيبوا الحاجات المهمة بس زي السرير النحاس والطشت وكم فستان، وكده تبقى العروسة جابت جهاز مفيش منه، وكانت النفس راضية والعيشة هنية. وقبل الفرح كان بيبقى فيه يوم للتنجيد يعملوا فيه المراتب والألحفة، والستات كانوا بيفضلوا طول اليوم يطبلوا ويغنوا. يا احنا يا شربطات، يا احنا الكوبايات، يا احنا يا بلح بريمو، يا احنا يتباع بالكيلو، يا احنا يا
الفرح زمان كان بيفضل في بيت العريس والعروسة شهر، والبيت مفتوح ليل نهار لبنات البلد يدخلوا ويخرجوا وقت ما يحبوا، وبالليل كانوا يتجمعوا ويقعدوا على الأرض ويطبلوا على الطبلة البلدي ويغنوا أغاني زمان. ودايما في أفراح زمان كنا نشوف أشخاص ما نعرفهمش، وتقريبا بيبقوا قرايب الجيران أو قرايب مجهولين في كل عيلة، وكنا نشوف البنات الصغيرين بيرقصوا ماسكين الشموع، وفي الغالب بيبقوا أخوات العروسة. وطبعا ما ننساش الطفل الصغير اللي بيتصور مع العروسة والعريس في كل الأفراح. وكنا نشوف العروسة قاعدة وسط الكوشة طول الفرح من غير ما تتحرك، وهي مبتسمة ابتسامة خفيفة. ويوم الصباحية بيروحوا أهل العروسة ومعاهم أزبتة فيها خير كتير وفاكهة، وبتتوزع على الجيران مع الكحك والبسكوت، وبتفضل الأغاني والزغاريد طول شهر العسل، وبتستمر الزيارات على طول ما بتتقطعش. ليلة 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 من ليالي العمر كله بألف ليلة. مع بداية كل سنة دراسية بياخدنا الحنين لأيام المدرسة واحنا صغيرين. قبل الدراسة بيومين كنا بننزل علشان نشتري لبس المدرسة والزمزمية والشنطة، ويوم الجمعة بالليل كنا نلاقي بابا جاي ومعاه الفينو اللي هنعمل به السندوتشات. كنا نصحى الصبح والراديو شغال على أبلة فضيلة ولا أم كلثوم وهي بتغني وتقول يا صباح الخير يا اللي معاه، وكنا نفضل نلبس ونتشيك علشان فرحانين بأول يوم مدرسة. وكنا نفرح لما نروح من المدرسة أول يوم علشان نشتري طلبات المدرسين ونجلد الكشاكيل ونحط التيكت عليها. ولما نرجع من المدرسة واحنا بنذاكر وبنحل الواجب بيبقى كل تفكيرنا ازاي نقنع بابا وماما اننا ننزل نلعب مع اصحابنا في الشارع. فاكرين كراسة الأول لما كانوا يدخلوا الفصل ويتكلموا عليها علشان نشتريها؟ كنا نفرح قوي لما نجيبها ونحب نذاكر فيها. بشرى لتلاميذ وأولياء أمور المرحلتين الابتدائية والإعدادية الأميرية واللغات. ظهرت كراسة الأول ذات الحجم الكبير، كراسة لكل صف تشمل جميع المواد المقررة. مميزاتها أسئلتها تغطي المنهج أكثر من مرة، بها متسع للإجابات الكاملة، توجه التلميذ للإجابة، لا تخرج عنها أسئلة الامتحانات. كراسة الأول جميع المدرسين ينصحون باقتنائها. وكنا نفرح برحلات المدرسة اللي كانت دايما بتكون لحديقة الحيوانات. فاكرين لما كنا بنتضرب بالمسطرة على ايدينا علشان ما عملناش الواجب وكنا بنقول انا ما بحبش المدرس ده؟ ولما كنا بنحب مدرس كنا بنبقى مركزين معاه قوي وهو بيشرح. ما حدش معاه قلم زيادة، جملة كنا بنسمعها في امتحان الشهر او امتحان مفاجئ عامله المدرس، ويجي صوت من اخر الفصل ويقولك انا معايا قلم، واللي هو بيبقى عبارة عن بقايا قلم اصلا. فاكرين لما كنا نستنى يوم الخميس علشان تاني يوم اجازة نلعب براحتنا ونرتاح من المدرسة، ونبقى فرحانين قوي بالاعياد اللي بتيجي وقت الدراسة علشان الاجازة اللي بناخدها؟ فاكرين لما كنا نطلع من الامتحانات اخر يوم ونخرج نرمي الكتب في الهوا من فرحتنا اننا خلصنا امتحانات وان الاجازة هتبدأ؟ كلها أيام ويهل علينا عيد الفطر، وكل واحد فينا مع العيد ليه عادات وذكريات محفورة في الذاكرة. كنا نحدد ليلة العيد هنخرج فين أول يوم العيد وتاني يوم وتالت يوم، كنا نعمل زي أجندة لخروجاتنا، ولازم في العيد كل عيلة تاخد صورة تذكارية جماعية وكانت تتعلق على الحيطة كل سنة. وأهم حاجة في العيد البومب والصواريخ، ما يبقاش عيد لو ما صحيناش المنطقة كلها مخضوضة على صوت الانفجارات اللي كنا بنعملها. وطبعا بعد ما نخلص مسرحيات العيد وناكل الكحك مع الشاي بلبن كنا نلبس طقم العيد وننزل جري على المراجيح. كنا ناخد العيدية فكة، وطبعا الفكة بالنسبة لينا ما كانتش عشرات وعشرينات، دي كانت رباع ونصاص وجنيهات لو كنا كبار شوية. العيد زمان كان ليه طعم تاني أحلى من دلوقت. كان عندنا طقوسنا وتقاليدنا اللي بنستناها من السنة للسنة.
مستحيل حد مننا يخرج لوحده في اليوم ده بعيد عن عيلته، نصلي مع بعض ونتجمع على سفرة فطار واحدة ونزور قرايبنا. كل حاجة كانت بتتم بشكل جماعي. ذكريات العيد كتير وكتير، العيلة والصحاب والجيران، الأهل والحب والحنان، وطبق الكحك يروح مليان يرجع مليان. هيفضل العيد طول العمر فرحة وسعادة وبهجة، وبيجمع ناس كتير. ولو في حاجة بتأثر على فرحتنا فهي رحيل اللي صوت بلدنا، زمن الفن الجميل، لما كان الراديو جزء أساسي من الروتين اليومي للأسرة المصرية. في بداية الثمانينات كان الراديو صاحب لينا في السفر وفي الرحلات وفي وقت المذاكرة. كان الكل ظابط نفسه على مواعيد برامج الراديو، يصحوا من النوم ويتحركوا ويلبسوا هدومهم وينزلوا من البيت على مواعيد البرامج، زي برامج الصباح على إذاعة الشرق الأوسط. كنا نشوف الصبح أصحاب المحلات مشغلين إذاعة القرآن الكريم على صوت الشيخ الحصري وبيسمعوا ويتمنوا البركة تحصل، وإذاعة صوت العرب اللي صوتها بيوصل الوطن العربي كله ويسمعوا تفسير القرآن الكريم للشيخ الشعراوي. وكان الأب يركب عربيته ويروح شغله وهو بيسمع برنامج طريق السلامة. ونرجع بقى لست البيت اللي قاعدة في المطبخ تسمع وتتابع برنامج ربات البيوت للإعلامية صفية المهندس، ويجروا الأطفال في البيوت ويقربوا من الراديو علشان يسمعوا حكايات أبلة فضيلة. وعمرنا ما ننسى صوت الرائع فؤاد المهندس في برنامج كلمتين وبس، وبرنامج عيلة مرزوق اللي بيناقش في حلقاته كل حاجة بتخص العيلة المصرية الأصيلة. وفي رمضان بيكون للراديو حضور طاغي، مفيش بيت في مصر ما بيسمعش فوازير أمال فهمي على الفطار، والقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت. وفي العيد كنا لازم نسمع أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم اللي كل ما نسمعها ترجعنا أطفال تاني. الراديو عالم جميل، مش بس عشان برامجه المختلفة، ده كمان بيضيف لمتعتك متعة تانية مش موجودة في التلفزيون، هي متعة الخيال. يوم الخميس زمان يعني نرجع بدري حصة من المدرسة واحنا طايرين من الفرحة عشان النهاردة مفيش مذاكرة ولا واجب. كنا نقف قدام المدرسة ونتلكع شوية، نشتري ترمس وبطاطا سخنة أو أي حاجة من البياعين اللي واقفين، وتروح من على باب البيت تشم ريحة الأكل واللي بيبقى غالبا مميز عن باقي الأسبوع. تدخل ترمي شنطتك وتلاقي الفيلم العربي الأبيض واسود شغال، عينك متعلقة بالتلفزيون بكل شغف، والمذيعة بتعرض برنامج السهرة هيبقى ايه النهاردة، وكأن الكون كله اتفق يحتفل معاك بيوم الخميس. كبرنا وكل السحر ده انتهى، وبقى يوم الخميس يوم عادي زي أي يوم. ورغم كده لحد النهاردة بنصحى يوم الخميس حاسين بفرحة من غير سبب. الطاولة ونلعب استغماية ونقعد كلنا في البلكونة على الأرض ونتكلم في أي حاجة. كنا نفتكر الفضايح اللي كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين، ونفضل نضحك بصوت عالي يسمع الجيران اللي جنبنا في الشاليه. ولما نخرج بالليل كنا بنروح سينما صيفي ونخلص كل الأفلام المعروضة هناك، أو نروح مسرح أو سيرك. وكنا نتمشى على البحر بالليل وناكل فريسكا وآيس كريم. محدش فينا زمان كان بيعمل حساب مصاريف المصيف، ولا بنقعد نحوش طول السنة عشان نطلع نقضي 5 أيام. زمان ما كانش فيه الصور السيلفي، كنا لما نحب نتصور بنلجأ للكاميرا العادية. زمان ما كانش مهم المكان، كان مهم لمة العيلة. دلوقتي نادرا لما تلاقي عيلة كاملة طالعة تصيف سوا. بيت الجدة، الحضن الدافي في كل زمان ومكان. كل ركن في البيت ده محتفظ بتفاصيل صغيرة وقديمة مرت عليها أجيال وأجيال ما بين أبناء وأحفاد، لكن كل حاجة موجودة فيه زي ما هي، من كنبة قديمة وصور ولون الحيطان. ده غير إن في أحاسيس معينة بنحسها في البيت ده مش بنحسها في أي مكان تاني. ورغم صغر المكان إلا إنه كان بيشيل كمية كبيرة من الأبناء والأحفاد، وخصوصا لما يكون في أجازات رسمية أو مناسبات أو أعياد. العيال كانوا بيفرشوا السراير والأرض ويناموا بالطول والعرض، ويفضلوا طول الليل يتكلموا ويضحكوا
ويحكوا مع بعض حكايات العفاريت وهم مستمتعين. ورغم انهم بيبقوا خايفين بس حاسين بالمتعة والأمان علشان أهلهم معاهم. ومن الحاجات الأساسية اللي كانت في بيت جدتنا النملية الخشب اللي كانوا بيحطوا فيها الصحون والمعالق وبيحفظوا فيها الأكل. ولما كنا نسأل جدتنا على مكان حاجة كانت تقول مد ايدك هتلاقيها في النملية. وأول ما تيجي الساعة 9 كلهم بيتجمعوا علشان يتعشوا، وبعدها العيال الصغيرة بيروحوا يناموا وبيفضلوا الكبار سهرانين مع بعض. ومن وقت للتاني بتجمع الجدة عيالها وأحفادها على سطح البيت وبيعملوا فطير مشلتت ورقاق وكل واحد فيهم عارف مهمته. وبعد ما بيخلصوا بتدي الجدة لكل واحد منابه. ويوم الخميس والجمعة يتفقوا العيال الصغيرين ويخططوا إنهم يقضوا الليلة مع جدتهم. وطبعا الأمهات آخر من يعلم لأنهم بيبقوا جايين زيارة عادية لوالدتهم، فتاخدهم الجدة وتقول لهم غيروا هدومكم. وبيبقى عندها في دولابها لبس لكل واحد فيهم بكل الألوان والأحجام. ورغم إن الأحفاد على طول بيزوروها إلا إن بيتها ما بيخلاش من الطيور، ودايما تطلب منهم يطلعوا يجيبوا بيض من على العشة. كل حاجة في البيت ده ثابتة في مكانها، الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت هي الروح واللمة. ربنا يبارك في عمر اللي عايشين ويرحم اللي ماتوا ويجمعنا بيهم في الجنة. زمان كنا نسمع صوت الخبط على الباب في وقت القيلولة، فنقوم نجري كلنا على الباب نلاقي ضيوف جايين لنا، سواء خال أو عم أو جدة أو عمة. المهم نطير من الفرحة ونبدأ بالسلام والأحضان. والضيف كان بيبان عليه التعب والإرهاق لأنه خارج من بدري وجاي ماشي على رجليه أو جاي من مكان بعيد. المهم إنه تعب علشان صلة الرحم، علشان بيحبنا وعايز يودنا من غير أي مصلحة ومن غير حتى ما يتصل علشان يقول لنا إنه جاي، وإحنا نبقى فرحانين وطايرين من الفرحة ونضيفه بالخير الموجود في البيت من غير تكلفة أو شعور بالإحراج. الحاجات الجميلة دي راحت فين؟ كل ده اتقطع وما بقاش في حد بيجي على غفلة ولا بقى في حد يفكر في صلة الرحم. لازم اللي يجي يتصل ويتفق على ميعاد مع أي مناسبة، ده لو جه أصلا. وحشتنا ضيوف الغفلة، وحشتنا اللمة اللي ما فيهاش خبث ولا حسد، وحشتنا البساطة اللي في بيوتنا وأكلنا وعيشتنا. وحشونا ناس كان همهم الوحيد إنهم يشوفونا فرحانين ومبسوطين. إحنا فين من كل ده؟ راحت فين الأيام دي؟ والناس دي راحت فين؟ وبقت راحة البال والستر أهم دعوتين بدعيهم. بقيت أحب أكل البيت واستنضفه واستغلى أكل الشارع. بقيت أتخانق مع العيال زي ما كنت بتتخانق معايا، ولاقيك انت بتدافع عنهم
زي ما تيتا كانت بتعمل معاكي بالظبط. كبرت وقدرت قعدتك في الشمس بعلبة المكرونة والبانيه، وانا في البسين بهرب من صفارة الكابتن وعايزة اكمل عوم لحد الليل. كبرت وبقيت الف اطفي نور الشقة اوضة اوضة، بس الحمد لله ماسكة نفسي ومش بقفل عليهم المروحة. بقيت احكي لبنتي قصص طفولتي واكتشف اني بعيد نفس القصة لحد ما تزهق، وساعات تكسفني وتقولي ما انا عارفة القصة دي يا ماما. ملف الحكايات في مخي اتلخص في 4-5 صور، بقيت بكررهم وانسى اني بعيدهم. لما العيال ينادوني ماما بقيت اتعصب واقلدك واقول عايزين ايه من ماما. كبرت وبقيت اقول لما تكبروا هتفهموا انا عملت كده ليه، هتقولوا ولا يوم من ايامك يا ماما. كبرت يا امي وبقيت استطعم الونس في مكالمتك الصبح اكتر من خروجات اصحابي والسفريات وافطاري مع زمايلي في الشغل. احلى واوجع احساس في الدنيا من لحظة ما بنعيط اول ما ناخدهم في حضننا ونشم ريحتهم لحد ما نلبسهم عرايس ويفضى عننا البيت. قبل ما يدخل الكمبيوتر بيوتنا وقبل الاتاري والفيديو جيم والبلاي ستيشن كان في العاب مشهورة في كل شارع وحارة مصرية، زي الطيارة الورق اللي كانت علامة لبداية اجازة الصيف. ويا سلام على الفرحة والسعادة اللي بيحسوا بيها الاطفال كل ما يشوفوا الطيارة بتعلى وتعلى. زمان كان على سطح معظم البيوت وخصوصا في الاماكن الشعبية كنا نقف ونعمل عشرات من غيات الحمام وقت العصرية، وكان صاحب الغية يمسك العلم علشان يجمع الحمام تاني ويرجعه السطح قبل ما تغيب الشمس. من الألعاب اللي كانت منتشرة في مصر لعبة البلي، وكانت خاصة بالولاد بيفضلوا يلعبوها لساعات طويلة ويكملوا السهرة في الشارع وهم بيلعبوا لعبة الأفلام والمسلسلات. ودايما اللي بيلعبوها بيبقوا عاملين دوشة وصوتهم عالي علشان يترجموا الإشارات اللي بيعملها كل واحد فيهم. وطبعا مش هننسى لعبة أتوبيس كومبليت اللي كنا دايما بنلعبها في أي حصة احتياطي. وكم مرة لعبنا الأستغماية مع أصحابنا وجيراننا في الشارع، ولا لعبة بنك الحظ وفرحتنا لما نفوز ونكسب الفلوس الورق الملونة. العروسة كرومبا كانت أشهر عروسة للبنات في جيل التسعينات، واللي حظها حلو هي اللي يبقى معاها الحجم الكبير منها. أما ألعاب الولاد فمسدس الخرز ومسدس المية كانوا قمة ألعاب الأكشن والعصابات بالنسبة لهم. وألعاب الأتاري اللي ظهرت معانا في بداية التمانينات وكان ليها طعم تاني، كنا بنلعب عليها لعبة ماريو وصياد البط وعلاء الدين وسباق السيارات والموتوسيكلات وكرة القدم. الساعة 11 الظهر، غسيل على حبل ريحته حلوة، 12 وترص بفن، شيش موارب ونور خافت في البيت وهدوء وسكينة عجيبة. الشمس نورها طال كل ركن في البيت، ريحة بلاط اتمسح وقرب ينشف، البيت ريحته صبح وريحة بهار الشاي جاي من المطبخ. التلفزيون شغال على فيلم اتشاف كتير بس لسه قادر يسعدنا. حصيرة اتفردت وغدا بيتحضر الساعة 2 الظهر، ريحة الطشة عطرت السلم، الجرس بيرن وشنطة بتترمي وطبق ملوخية مع رغيف عيش بلدي على ما الفرخة تتحمر، طبلية تجمع عليها كل الحبايب، جبين أب مرهق بس سعيد وملامح أم مبتسمة وحنونة. العصاري وما أدراك ما العصاري، شاي بنعناع في البلكونة وقلة مية عليها شاش أبيض، وفي الخلفية صوت الراديو على انت الجدع تشوف رشاقة خطوتك تعجب، انما لو بصيت لرجلك تقع. عجب. النهر، الشجر، الشمس، المطر، الريح، الجبل، العصافير، القمر، كل عناصر الطبيعة، كل شيء في الكون بيؤدي وظيفته المحددة بالظبط في الوقت المحدد بالظبط، لا بيتأخر ثانية ولا بيتقدم ثانية. كل شيء في الكون منضبط، المتسيب الوحيد الإنسان. من 60 سنة تقريبا بدأ بس التلفزيون المصري، وكان في قناتين، الأولى والتانية، وأول ما ظهر كان سعره 35 جنيه وكان بيشتغل 5 ساعات بس في اليوم. ولما القناة التالتة فتحت ما كناش مصدقين نفسنا من الفرحة، وكانت البرامج بتيجي مرة واحدة وما فيش أي إعادة ليها، علشان كده كنا بنستناها من الأسبوع للأسبوع. كنا بنسمع الصبح قبل ما نروح المدرسة برنامج صباح الخير يا مصر،
واللي كان بيعلن عن بداية يوم جديد. يا حلو صباح يا حلو طل يا حلو صباح. كان في برامج كتير جدا عمرنا ما هننساها، زي برنامج نادي السينما والعلم والإيمان، وبرنامج تاكسي السهرة، وحفلات ليالي التلفزيون. وكان الأهل والعيلة يقعدوا يستنوا البرامج دي وهم مبسوطين قوي. وأول ما تيجي الساعة 7 كل يوم العيلة بتتجمع علشان يتابعوا حلقة جديدة من مسلسل الساعة 7، زي مسلسل ليالي الحلمية والشهد والدموع والوتد وذئاب الجبل. ويا سلام على يوم الجمعة وطقوسه الجميلة، كان بيبدأ يومنا من الساعة 10 واحنا بنسمع برنامج سينما الأطفال، وبعدها نسمع حديث الشعراوي وخطبة الجمعة، وبعد الصلاة على طول كان بيشتغل برنامج سر الأرض، وكان أول برنامج تلفزيوني بيقدم نصايح للفلاحين. بعدها برنامج عالم الحيوان اللي كان بيقدم معلومات عن الحيوانات بصور مختلفة من الحياة البرية في مختلف أنحاء العالم. وطبعا ما ننساش فيلم الأبيض واسود اللي كنا بنرجع له من المدرسة جري علشان نلحق آخر جزء منه. كانت العيلة اللي عندهم تلفزيون في الستينات الأهل والجيران بيقربوا منهم علشان يروحوا يشوفوا التلفزيون عندهم، والأطفال بيتباهوا بين صحابهم إن والدهم اشترى لهم تلفزيون. فاكرين يوم الجمعة زمان؟ كان البيت كله يصحى بدري، يفطروا مع بعض ويتجمعوا على ترابيزة أو طبلية واحدة، ياكلوا طعمية سخنة وفول وبيض وجبنة وعسل وعيش بلدي. ويا سلام لو جايلك زيارة من البلد، عيش فلاحي ومعاها جبنة قريش ومش، مع أحلى كوباية شاي أو فنجان قهوة على سبرتاية بوش. نفتح التلفزيون ونتفرج على سينما الأطفال ومغامرات الكلب لاسي. كنا نسمع خطبة الجمعة من الجامع اللي جنبنا أو نتفرج عليها في التلفزيون، والولاد تنزل تصلي صلاة الجمعة مع الكبار وهم لابسين الطواقي والجلاليب البيضة. ويوم الخميس كنا نشتري 3 جرايد، الأهرام والأخبار والجمهورية ومجلة علاء الدين علشان نقراهم يوم الجمعة. كنا نشوف حملة نظافة في كل البيوت وريحة البخور في كل مكان. كنا نسمع صوت القرآن الكريم في كل البيوت على سورة الكهف، ودعوة حلوة من ست الحبايب بعد كل صلاة، يمكن تكون ساعة استجابة. كنا نتفرج على عالم الحيوان ونستنى سر الأرض علشان نضحك مع القرموطي، والساعة 2 نسمع حديث الشعراوي اللي معرفناش قيمته غير لما كبرنا، ونتجمع كلنا علشان نسمع الفيلم العربي اللي بنستناه من الجمعة للجمعة، فيلم قديم ومتكرر بس الكل بيحبه وبيتفرج عليه. ويا سلام على اللعب بالأتاري اللي ما بيطلعش غير يوم الجمعة علشان ما فيش مذاكرة. كنا نخرج مع بعض ونتفسح فسحة حلوة بنحلم بيها طول الأسبوع، والعيلة كلها تتجمع في بيت العيلة يقضوا الوقت لعب وضحك وهزار، والأمهات كلها في المطبخ بيجهزوا أحلى غدا، والكل يتجمع علشان يسمعوا مسلسل الساعة 7 علشان الحلقة ملهاش إعادة. أدفى مكان في الدنيا بيت بابا. أنا رايحة عند أهلي، رايحة عند بابا، رايحة عند ماما، أنا رايحة بيتنا. لو بقى عندي 1000 بيت هيفضل بيت بابا هو بيتي، بيت كبير ويساع الكل، ولو كان أوضتين وصالة، بيت الدفى والحضن والحلم، بيت الصبا والرضا، وتحت الرضا 100 خط، بيت العمر الهاني. من لحظة دخول البيت بحس بسكينة موجودة بس في المكان ده. سهرنا وضحكنا وهزرنا ولعبنا لحد الشمس ما تطلع، حاجات عمري ما هلاقيها في أي مكان في العالم. ولو عشت في قصر هيفضل بيت بابا أدفى مكان في الدنيا. في قاموس أهل زمان كان العيد يعني انطلاق ومرح في الشوارع اللي كانت بتشيل عدد قليل من الناس قبل ما يزيد عدد السكان وعربياتهم تملى الشوارع.
زمان كنا بنحس بريحة العيد قبل ما يجي بشهر، ننظف البيت ونشتري لبس جديد ونشتري الأضحية ونفضل نربيها ونهتم بيها لحد يوم العيد. كنا بننام نحلم بالعيدية علشان نتسابق مع أصحابنا وقرايبنا ونشوف مين فينا الأغنى ومين أكتر واحد لم عيدية، وكنا بناخدها نشتري بيها لعب ومسدسات. ويوم العيد الصبح بعد صلاة العيد مباشرة بتتجمع العيلة كلها علشان يشوفوا الذبيحة وهي بتتذبح، وأول ما بيوصل الجزار بيبدأوا الستات يجهزوا الأطباق علشان يستقبلوا فيها اللحمة، وبعد ما بيوزعوا اللحمة بيروحوا الحدائق والمنتزهات ويزوروا قرايبهم. من الحاجات المهمة في العيد زمان زيارة المقابر واللي لسه موجودة دلوقتي، والعيال الصغيرين بيخرجوا من الصبح بدري بيرجعوا آخر اليوم بعد ما يكونوا جمعوا كمية كبيرة من العيدية. ومن مظاهر الاحتفال بالأعياد في مصر زمان مرجحة خشب وعازف بيانولا وقراداتي على الكورنيش. اتغيرت الأماكن واتغيرت الطقوس، بس لسه فرحة العيد ما بتغيبش عن عيون الناس في كل زمان.